السن اللي انت فيه ده ليه سافرت وتطلع من مصر وتبهدل نفسك البهدله دي كلها؟ سعيد عشان خاطر عيالي، طبعا عندي 3 بنات وعندي محمد برضه الصغير ربنا يخليه لي. انا سعيد، انا مش عايز لا مؤاخذه لا سفينه ولا عايز قصر ولا عايز فيلا، انا عايز بس ربنا يمن عليا ايه ان اسطر عيالي ومحمد برضه اعمل له اي حاجه واحمد ربنا على كده. فهو ده اللي جابني يعني. جوزتهم؟ مجوز 2 يعني بفضل الله والحمد لله. فاضل بقى الثالثه وفاضل محمد ده ان شاء الله. جيت ازاي عن طريق ليبيا؟ والله احنا رحنا ليبيا وكان ما فيش نور ما فيش ميه المهم قال لك يلا عشان تحركوا، جابوا لنا عربيه كبيره وكده وركبنا فيها. رحنا هناك عند البحر كده عشان نركب المركب، كلنا بنزق ببعض والله. ومش هقول لك يعني الناس سابوني يعني، بس ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش حد. لحد ما رجلي تعبتني من الميه ومن المشيان، لقيت واحد بلدياتي شد ايدي قلت له روح انت. قال لا يا عم خالد انا لو سبتك هتموت، انا لو سبتك هتموت. والحمد لله ركبت المركب. المفروض نطلع مثلا 70 واحد او 65 واحد، كل واحد يجيب 5 6 5 6 لحد ما بين زي 130 او 150 واحد فوق المركب. مركب تعبانه يعني وكده. بس المركب غرقت بينا ومن كتر الاحمال اللي عليها يعني. الاسكاتره الليبيه لما جيت كان فاضل لنا زي بالظبط 10 دقايق، لو ما كانتش جت كان الكل مات. المركب بلا مؤاخذه بتغرق وعبط ميه نصها ميه. خدونا من هنا على سجن اسمه 55 هناك في ليبيا، عذاب في عذاب يعني، ما نشوفوش الشمس يعني. بس بفضل ربنا يعني ما حطش حد ايده عليا يعني. كل واحد جاي عليه 60,000 ومش عارف ايه. طبعا كتبت على نفسي شيكات ودفعنا المبلغ وطلعنا تاني يعني كده. المهم واحنا طالعين كده ودونا مخزن تاني عشان نركبوا منه. في ايه الناس اعداد ياما، قال لك يلا عشان تطلعوا. ركبونا في عربيتين واحنا رايحين كده، ثبتونا بالسلاح اللي هم الليبيين وخدوا مننا التليفونات ومش عارف ايه، ورجعنا تاني المخزن. والمهم لاجل ستر ربنا يعني ايه عدت وجمعنا رحله وجينا والحمد لله يعني نحمد ربنا على كل شيء.